السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا نونا، ودي قناتي. لايك وشير للفيديو لو عجبكم. لو انت ما بتحبيش تعملي الكيك باللبن او عندك حساسية منه او بالزبادي، لو انت مستعجلة مش عندك لبن او زبادي وعايزة تعمليه جنب كوباية شاي، تعالى كده هقولك هنعمله ازاي. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. معانا 3 حبات من البيض، معانا كيس فانيليا، معانا بيكنج باودر، معانا نص كوباية من السكر، نص كوباية من المية وتلت كوباية من الزيت. معانا طبعا الخل، ده أساسي محسن، وطبعا عشان زفارة البيض، محسن للكيك وهتشيلي زفارة البيض بيه. معانا كده كوباية وربع من الدقيق، هننخله الأول. بعد ما هنخله هننزل عليه بقية المواد الجافة. هنزل عليه نص كيس من البيكنج باودر، وهننزل عليه حبة من الملح، ودي أساسي لكل حلويات. ضيفي عليه حبة من الملح، ويكون معانا كده جهزنا كل حاجتنا. ونشيل كده أو نركن معانا المواد الجافة على جنب، ونجيب معانا كده الطبق أو البولة اللي هنعجن فيها، أو لو أنت عايزة تعمليها في الخلاط أو العجان، طبعا اللي أنت هتعمليه بيه هتحضريه. معانا طبق كده، وهننزل ب3 حبات من البيض. وطبعا البيض لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ، ولو انت مش متأكدة منه حاولي تعملي كل بيضة لوحدها عشان الجو حر والبيض ما بتحملش. حاولي تكسري كل بيضة لوحدها. هننزل عليه كده بحبة من كيس الفانيليا، وهننزل عليه بمعلقة من الخل، وهنخفق البيض خفقة حلوة كده. نخفق البيض لحد ما يكون معاكي يبدأ اللون يفتح معاكي. الأول هيبدأ يعمل فوم كده معاكي أو رغاوي زي ما بتقولوها كده، وهيبدأ كده اللون معاكي يفتح. تخفقي فيه لمدة 5 دقايق. بعد كده هننزل بالسكر على 3 أو 4 مراحل. كل حبة أو كل دقيقة كده هننزل بالحبة من السكر، واحنا بنخفق معانا على طول لحد القوام معانا يكون مظبوط والسكر يدوب، ويكون معانا اللون يفتح كده معانا، ويكون القوام بدأ يتقل معانا شوية. بعد كده هننزل بالزيت. طبعا كل فين فترة فترة تفصل المضرب عشان ما يسخنش معاكي، وتنزلي بعد كده بالزيت على 3 مراحل أو 4. وبعد كده هنبدأ نقلبه بالطريقة ديّة، بنلم بس بالسباتيولا كده حرف الطبق، عشان لو في حبة سكر أو أي حاجة الكل تنزليه كده والكل يدوب معاكِ، ويكون كله خليط أو متجانس مع بعضه. بعد ما خفقناه كده هانزل بنص كوباية من المَيّة، وهنبدأ بس خفقة واحدة كده، بس ينخلط كل الخليط مع بعضه. بعد كده هننخل المواد الجافة تاني، الدقيق والبيكنج باودر والملح، هننخلهم مع بعض كده تاني. طبعًا كل ما بتنخلي الدقيق للكيك بيديكِ هشاشة، وتكون معاه في الارتفاع، وبيدخل فيها الهوا وتكون جاهزة. في الوقت ده أنا مولعة الفرن ومسخناه ومجهزاه قبل ما أبدأ العجين. بتكون مولعة الفرن تسخنيه، وبرضه تدهني الصينية اللي هتحطيها في الفرن. ونزلت كده بالدقيق ويا دوبك خطوتين كده بالمضرب. وبعد كده هالِم بالسباتيولا عشان نلم حرف الدقيق كله وما يكونش مكلكع أو فيه أي حاجة. وبرده كمان خفقة صغيرة كده معانا ويكون كده جاهز. نبدأ كده بالسباتيولا ونلمه ونقلبه كام تقليبة بالطريقة دي، نلفه كده وندخله في النص، ويكون كده الخليط كله متجانس معانا. بتكوني مجهزة الصينية، ويا ريت الصينية تكون ألمونيا بتديكي نتيجة أحسن. وتكوني دهناها زيت أو تدهنيها أو تغلفيها بالدقيق أو تدهنيها زبدة، اللي موجود طبعًا بتعملي بيه أو تشتغلي بيه. فضينا كده الخليط ونضربه كده يعني نخبطها خبطتين كده 3 تطلّع بس الهوا اللي فيها. وبعد كده هندخّلها الفرن ونطفي عنها الشواية، تقعد لمدة نُص ساعة، من نُص ساعة لساعة إلا تِلت تقريبًا بتكون معاكِ الكيك بيكون جاهز. أنا قطّعته وهو سخن زي ما أنتم شايفين، ارتفعته معانا ارتفاعها يعني بجد طريقة سهلة وبسيطة. يعني ودي ارتفاع للكيك يعني مش قادرة أوصف لِك. يعني ما تقوليش إن اللبن بس هو اللي بيساعد، لأ، ده أي حاجة ممكن تعملي بيها الكيك باللي موجود معاكِ في البيت تعملي بيه. طبعًا شايفين الكيكة والمرتفع والفراغات اللي فيه بجد حلوة جدًا. هتقدّميها كده جنب كوباية الشاي لو أنتِ مستعجلة ومش في مثلًا لبن في البيت أو زبادي، أو لو أنتِ ما بتشقي لِك تقولي على اللبن فممكن تعمليها بالمَيّة، هتعمليها بسرعة ومش هتاخد منِّك وقت. هنقول بالهنا والشفا. بالهنا والشفا للي كَل، وبالهنا والشفا للي شاف، وبالهنا والشفا للي جرّبها أو اللي هيجرّبها ويقول لنا رأيه فيها إيه. هنقول لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وتكتبوا لنا كده كومنت وتعليق منكم. حاولوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب اسم يوميات نونا في المطبخ. هنقول مع السلامة وباي باي.